رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده هنعمل مع بعض فيديو حلو جدا، بس قبل ما نخش على الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه، واظن انتوا عارفين من الشكل باين ورايا ان احنا هنعمل ايه النهارده مع بعض. بس اهم حاجه هندعي دعوه حلوه للثانويه العامه زي ما احنا متعودين. انا عارفه ان انا متاخره عليكم، ما بنزلش فيديوهات الفترة دي كتير، بس طبعا عشان انتوا عارفين الظروف اللي عندنا والامتحانات تعدي على خير، وهنعمل مع بعض فيديوهات حلوة كتير. استناكم، واهم حاجة ان انتم تدعوا كل طلاب الثانوية العامة ان ربنا يفرحهم ويكبر بخاطرهم ان شاء الله، ويجيبوا احلى مجاميع واحلى نتيجة السنة دي. تعالوا بينا كده نسمي الله ونشوف. اول حاجة زي ما احنا شايفين هنا معايا هنا حوالي كيلو كده من الدقيق، حطيت عليه رشة من الملح ومعلقة من السكر، وهحط عليه كيس من الخميرة، والخميرة اللي هي انجيل دي حلوة جدا. انا بوريها لكم اللي حابب يجيب انواع خميرة فورية من احسن الانواع اللي ممكن ان انت تجيبيها، بجد حلوه قوي. انا بجيبها وجربت انواع كتيره ودي من احسنهم يعني، فحبيت ان انا اقول لك عليها لو حابه ان انت قدامك وعايزه تجيبيها او تعرفي نوعيه حلوه للخميره الفوريه. دي نوعيه كويسه. بعد كده معايا ميه دافيه هنعجن بيها، يعني العجينه بتاعتنا ما فيش فيها زبادي، ما فيش فيها اي حاجه خالص غير الدقيق والملح والسكر والخميره. وهنعمل منها النهارده احلى حواوشي اسكندراني بالعجين، حلو جدا مختلف قوي عن الحواوشي اللي بناكله بالعيش. برضو بيبقى جواه لحمه، بس ده نكهته او طعمه بيكون حلو ومختلف وتجديد. طبعا احنا كلنا بنحتار جدا في الاكل، وانا اولكم كل يوم اسال ولادي هتاكلوا ايه النهارده، اي حاجه اي حاجه، فببقى محتاره. عايزين نعمل اكل يعني مثلا مش هنعمل رز وطبيخ وخضروات مثلا، ولا نعمل لحمه ولا اي حاجه، عايزين نغير. بس في نفس الوقت الفتره دي احنا عندنا امتحانات، فعايزين نعمل برضو حاجه تكون كويسه ومغذيه وكمان بنجدد فيها. حطيت كمان معلقتين من الزيت لما ابتديت الم العجينه بالميه. طب ده لازمته ايه؟ بيخلي العجينه عندي طريه، بيخليها حلوه قوي. ممكن تحطي قطعه زبده لو انت حابه، وممكن تستغني عن الاتنين، لا تحطي لا زيت ولا زبده ولا اي حاجه، هي ميه ودقيق وخميره بس. الفكره عندنا هنا في عجن العجينه، تعجني العجينه بتاعتك كويس جدا زي ما انا وريتك كده. طبعا انا بسرع الفيديو علشان وقته بيكون طويل قوي ومحدش يمل وياخد المعلومه اللي هو عايزها في اقصر مده. والله انا بحاول اضغطه على قد ما بقدر، بس طبعا الفيديوهات اللي هي بتكوني بتشرحي فيها حاجه بيكون خطواتها كتيره، ولازم تقولي يعني تبيني الخطوات وتقولي المعلومه فيها على قد ما تقدري. طبعا لان في ناس بتكون بتعمل الحاجه دي لاول مره، وفي ناس طبعا شاطره وبتعمل كتير، فبتبقى بالنسبه لها المده طويله. والناس اللي بتبقى بتجرب بتبقى بتهتم قوي، او داخله المطبخ لاول مره بتهتم بتفصيله لو صغيره، لان هي بتبقى عايزه الحاجه تنجح معاها، وبتبقى عايزه تجربها وهي يعني واخده بالها من اي حاجه صغيره بتفرق معاها جدا. بعد ما خلينا العجينه بتاعتنا تخمر، طبعا الجو حر مش هتاخد معانا نص ساعه واكون عليت. بعد كده بنجهز الخلطه بتاعتنا. انا معايا هنا كيلو من اللحمه، حط عليه زي ما انتم شايفين 4 أو 5 بصلات، انا ما خدتش بالي كويس. بس عامه الفكره هنا في ايه؟ ان هنا ما تحطيش الكيلو لحمه قصاده كيلو بصل، طبعا دي حريه شخصيه بتاعتك انت. بس انا بعمله مثلا حوالي كيلو لحمه عليه نص كيلو بصل، حطيت عليه فلفل اخضر وفلفل الوان. الفلفل الالوان هنا بيدي طعم، بيدي طعم مختلف لو موجود عندك. طبعا لو مش موجود، طبعا انت مش هتروحي تشتري عشان تحطيه في الحواوشي، بس بما انه موجود عندي فبيخلي طعم الحاجه مسكره كده زي ما انتم شايفين. وحطيت عليه البهارات هقولها لك دلوقتي. هنا بحاول ان انا اضربه ضرب متقطع علشان الخضار ده ما ينزلش الميه عندي، والخلطه عندي تبقى ميه، تنزل الميه بتاعت الخضار ده، الفلفل ده ينزل هو البصل الميه بتاعته، ويخلي العيش عندي فيه ميه. فخدي بالك ان انت تضربي وتفصلي تضربي وتفصلي علشان الخضار يبقى عندك شوفوا مفرفط كده ومش منزل اي ميه. بعد كده بنزل باللحمه بتاعتي وبديهم برضو ضربات متقطعه كده، بحيث ان اللحمه بس تلف مع الخضار. انا مش عايزاها كفته، مش عايزاها تعمل نسيج وتتعجل، لا، الحواوشي غير الكفته خالص يا جماعه. حطيت عليه البهارات بتاعتي، كانت عباره عن ملح وفلفل اسمر وكمون وبابريكا وبس كده. هي دي البهارات اللي انا بحطها على الحواوشي بتاعي. هنا عايزه تضيفي بقى بهارات الحواوشي الجاهزه وتسيبي البهارات دي براحتك. عايزه تضيفي عليها مثلا فص توم، برضو دي حريه شخصيه ليكي اللي انت بتحبيه. بس المكونات اللي انا حطيتها دي مع الحاجات دي كلها بتديكي نتيجه ممتازه. اللي هياكل الحواوشي بالعيش بصوا هيحلب بحياتك بجد، حلو قوي. شايفين حطيت اللحمه عندي، شايفين اللحمه عندي لا محتاجه بقى بقسماط ولا محتاجه دقيق ولا محتاجه عيش ولا محتاجه حاجه تشرب منها اي ميه. شايفين شكل الخلطه تحفه، فلفل متقطع وباين والبصل وكل حاجه حلوه جدا. بتركه صغيره ان انت بس تضربي وتفصلي تضربي وتفصلي، مش تقعدي بقى تعجني في الخلطه دي، لا احنا مش عايزين كفته، مش عايزينها تبقى متماسكه، لا. هنا بقى بعد ما عدى حوالي معلنا من الوقت خالص، بعد ما العجينه بتاعتي خمرت، هو يا دوبك عبال ما جهزت معاكم الخلطه وظبطت الدنيا حواليا كانت العجينه بتاعتي خمرت. خدت حوالي اكتر من نص ساعه، كانت ارتفعت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بنزلها كده من البوله بتاعتي على رشه من الدقيق. هنا انا اشتغل على الدقيق، ما بحبش ان انا اشتغل على زيت، بيكون الدقيق احسن وبيدي للعيش كده لون حلو قوي من تحت ومن فوق. يعني لما بتشتغل على الدقيق بيخلي العجينه معاكي كمان وانت بتفرديها سهله كده وما بتتعبكيش. انا بس نزلت العجينه، ما ضيعتش الخمر بتاعها زي ما انتم شايفين، وهبتدي اقطعها كور كده بحجم الرغيف اللي انت عايزاه. تقدري طبعا تقطعي يكون رغيف كبير الحجم اللي انت عايزاه والمقاس اللي انت بتحبيه،
انا هنا هحاول اعملهم على قدنا، يعني بحيث ان هو يقضينا يومين. يعني عايزه اقول لكم ان الكيلو دي ده والكيلو لحمه ده قضينا الحواوشي ده يومين. طب انا عايزه احتفظ مش عايزه اعملهم واسيبه لتاني يوم وهو كده واسويه، لا انا عايزه اسويه من اول وجديد. باخد العجينه دي وبحطها في الفريزر، في كيس، واقفلها كويس واحطها في الفريزر او في الديب فريزر عندك. واللحمه بتاعتك تقدري تحفظيها في التلاجة وتغطيها كويس جدا وتحفظيها في الرف على التلاجة، مش لازم الديب فريزر او تحطيها في الديب فريزر. يعني انت تقدري تعملي ده وتاخديه بقى في المصايف دلوقتي تعمليه ويبقى جاهز عندك. لو انت شغاله وعايزه تعملي تجهزي منه كميه وتعملي مثلا النهارده وتعيني الباقي في الفريزر، سواء عجينه سواء حشوه، وتنفعك مثلا في اي يوم جاي مستعجله وعايزه تعملي اكل تطلعي الحشوه تفك. انا بعمل كده. يعني انا مثلا عجنت العجينه دي وعملنا النهارده الحواوشي، وفاض معايا يعني كام رغيف كده من او قطعه عجين، بحطها في كاس زي ما انتم شايفين كده في الفريزر، وبشيل منها الهواء كويس قوي وبحفظ العجينه دي. ولما باجي استخدمها بقى بعمل ايه؟ بطلعها على الرخامه تفك خالص وترجع تاني تختمر والخميره تشتغل، وبطلع اللحمه تفك وبشتغل بيها. بيكون كانك لسه عجناها حالا، والحشوه كانك عجناها، يعني كانك لسه عاملاها دلوقتي. بس اهم حاجه ان انت تحفظيها كويس جدا وتشيلي منها الهواء علشان ما تعملش تلج جوه وتحس ان العجينه فيها ميه. يعني خطوه ان انت تحفظيها كويس وتشيلي منها الهواء دي مهمه جدا في انك تحفظي اي حاجه عموما في التلاجة. بتطول عمرها جدا، بتديكي النتيجه بتاعتها، طعمها ما بيغيرش، ما بتلقطش من الفريزر اي حاجه، فبتبقى محفوظه حلو جدا. بعد كده بقى بناخد العجين بتاعنا ده بنكوره زي ما قلت لك كده، وبغطيه علشان ما يعملش قشره على وش العجين. لان هنا انت لو ما غطيتيش العجين بتاعك دوت هتلاقيه عمل طبقه كده او قشره ناشفه. لما تيجي تفردي العجينه بتاعتك طبعا عبال ما تشتغلي هيكون فات عليكي وقت، فكل ما تيجي تاخدي كوره هتلاقي التانية شققت وعملت قشره، وطبعا ده هيخلي العجينه عندك مقطعه وشكلها مش حلو، وممكن انت ما تاخديش بالك من حاجه زي دي. بعد كده بجيب بقى اللحمه بتاعتي افردها على العجينه كده، وبسيب بس الاطراف بحيث ان انا الزق العجين في بعضه. يعني ما بنخليش اللحمه ملو العجينه كلها، لا بنسيب بس طرف بسيط كده على الحرف علشان العجينه تلزق. وزي ما احنا شايفين العجينه بتاعتنا طريه جدا، انا مش بديها دقيق كتير، انا بديها بس رشه من الدقيق. كل ما العجينه عندك بتكون طريه وبتكون مخدومه كويس بتديكي نتيجه حلوه قوي للعيش، كانك حاطه فيه بقى بصي لبن بودره وزبادي، مش محتاجه خالص خالص العجينه. هي الفكره فيها انك تعجنيها كويس قوي. يعني ايه عجينها كويس قوي؟ يعني باخدها على الرخامه كده واعجنها لمده 10 دقائق 5 دقائق على قد ما قدرتك بقى وانت تستحملي. بس تاكدي كل ما هتعجنيها كويس كل ما هتديكي نتيجه كويسه جدا، ومش محتاجه اي مكونات اضافيه. يعني مش محتاجه تقولي لا الزبادي اللي بيطريها لبن البودره، كل الحاجات دي طبعا بتديها طعم. يعني كل الحاجات دي بتطريها او بتديها طعم، بتبان في الطعم اكتر. بس لو استغنينا عنها واشتغلنا كده ما بنحسش بفرق خالص. بتكون حلوه زي ما انتم شايفين العجينه، بصوا طريه يعني ملبن في ايدك كده. بديها رشه من الدقيق وببتدي افرد بقى زي ما انتم شايفين كده، وما بياخدش معاكي وقت خالص. ومن الحاجات الحلوه التغيير اللي ممكن ان انت تعمليها. وطبعا زي ما قلت لك كلنا بنحب ان احنا بنحتار جدا في الاكل، وكلنا بنحب ان احنا نغير في الاكل وبنبقى محتارين. يعني احنا دلوقتي بقى خارجين من عيد، عندنا لحمه ممكن ان انت تجيبيها تضربيها عندك في الكبه او تقطعيها وتضربيها تفرميها او تقطعيها قطع صغيره قوي وهي متلجه. يعني انت لو ما عندكيش كبه وعايزه تفرمي اللحمه بتطلعيها وهي متلجه، ما بتسيبهاش تفك، وبالسكينه كده وبتعملي شرايح رفيعه رفيعه على قد ما بتقدري، وترجعي تاني تقطعيها كده بالسكينه قطع صغيره هتبقى معاكي مفرومه. وتبتدي تعملي الخلطه اللي احنا قلناها دي بالفلفل بقى بالبصل بالبهارات، وهتبقى حلوه قوي. وتعملي لاولادك وتغيري في اللحمه، مش لازم تكون كلها مسلوقه او شوربه او كده، لا بتغيري في الاكل. ممكن ان انت تعمليها بالفراخ، لو انت عندك فراخ ممكن تخليها صدور ووراك بيبقوا حلوين قوي. طب لو انت عندك صدور بس بتحطي لها بقى حته من الدهن. لو ما عندكيش دهن بتحطي زيت بالذات للفراخ، لان الفراخ الصدور بتكون ناشفه، فلو انت ضربتيها وعملتيها تحسي ان هي متفله ملهاش طعم. فلازم ان انت تحطي لها يعني تكوني خاليه وراك مخليه معاها، لان الوراك زي ما قلت لك بيكون فيها نسبه دسم عاليه. او تحطي لها اي دهن بقى بيبقى موجود عندك من الدهن بتاع الجاموسه يعني، او تحط لها زيت. يعني اضعف حاجه ان انت تحط لها نص كوبايه كده او ربع كوبايه حسب الكميه اللي انت بتعمليها. وتعمليه بالفراخ برضه هيكون حلو قوي، وهيكون تغيير، وهيكون على قد ايدك. في افكار كتير لاي حاجه انت عايزه تعمليها. اهم حاجه ان انت بتنوعي، ان انت فاكره يعني خدتي فكره العجينه سهله جدا. والنهارده حبيت ان احنا نعمل مع بعض الحواوشي ده. انا بستسهل جدا الوصفات اللي بتكون سهله وسريعه، وفي نفس الوقت ما توقفناش كتير في المطبخ، وفي نفس الوقت تبقي حاسه ان انت كلتي حاجه كويسه. عايزه اقول لك ان
ان هو احسن من اللي بتشتريه من بره 100 مره، وانضف واحلى وارخص كمان. وبتتحكمي بقى في الكميه اللي انت حطاها جوه في اللحمه. يعني في ناس ما بيحبوش اللحمه جوه في قلب العجينه تكون كتيره قوي، في ناس بتحبها كتيره قوي. اللي انت عايزاه بقى طبعا ده انت بتحبيه. انا عندي ولادي والله مش بيحبوا اللحمه في العجين تكون كتيره، يعني تكون طبقه قليله. هنا كمان حبيت ان انا اعمل يعني اعمل له كده وادلعه واحط له وش بيتزا. عندي جبنه موتزاريلا بنحط على الوش كده. عايزه اقول لك ان ده بقى بحته تانية خالص بجد، بيبقى طعمه روعه، مختلف تماما. يعني ما تحسيش ان انت بتاكلي بيتزا، لا خالص نهائي. طعمه حلو قوي. الجبنه من فوق بتطري كده العجينه وانت بتاكليها كده، بتحسي ان انت بتاكلي حاجه حلوه فعلا. كان عندي فلفل الوان فحبيت ان انا ازينه، وحطيت بقى الجبنه كده. كنت طبعا مشغله الفرن بتاعي، احنا مش بنسيبه يخمر بعد ما بتشكليه، لا انت بتشغلي الفرن وبتبتدي ان انت تدخلي اي صينيه انت بتخلصيها بتدخليها على طول، ما بتسيبهاش تخمر ولو حتى ثواني. بعد ما بتخلصيه وتفرديه وتحطيه في الصينيه بتدخليه الفرن. والصينيه اللي انا دخلت فيها دي بديها مسحه من الزيت عشان ما يلزقش معايا. وزي ما انتم شايفين كده طلعنا الحواوشي بتاعنا. انا طبعا كنت استنيت لما خلصت الكميه كلها مع بعض وابتديت ان انا اوريها لكم. هنا شايفين مش لازق، حلو جدا. وكمان يعني ما سيبناهوش يخمر زياده عن اللزوم عشان العجينه ما تبقاش كتيره العيش يعني، واللحمه تتوه في قلبيه من جوه، لان اللحمه لما بتدخل الفرن بتبتدي يعني تقل شويه او تنكمش كده شويه والعجينه تزيد. عشان تاخدي نسبه متقاربه ما يكونش العيش كتير عن اللحمه او اللحمه اقل من العيش، انت بتشتغلي بتفردي وبتحطي في الصواني وبتشغلي الفرن، وبتكوني مشغله الفرن قبلها على درجه حراره اعلى درجه حراره عندك، وبتحطي على الصاجه اللي تحت وبتشغلي الشوايه على الهادي. وبتبتدي بقى لما تاخد لون من تحت تبتدي ترفعيه على الشوايه شويه ياخد معاكي لون. يعني ده بيتحط على نار مباشره مش بيتحط على الشبكه علشان طبعا بيستوي على طول ما ياخدش معاكي وقت. النهارده كده الفيديو بتاعنا خلص. ان شاء الله يكون الوصفه بتاعتنا النهارده عجبتكم، يكون الحواوشي ويكون طريقتي عجبتكم. وهقول لكم تاني بالله عليكم تدعوا دعوه حلوه للثانويه العامه لكل طلاب الثانويه العامه، وان ربنا يديهم ما يتمنوا ان شاء الله ويكبر بخاطرهم ويفرحنا بيهم يا رب. كانت سنه صعبه وبجد يعني اللي يشوف غير اللي يعيش. يعني انا كنت اسمع ان الثانويه العامه صعبه وان هم بتوع الثانويه ديت مرحله صعبه جدا، وانا بقى طبعا يعني اللي بيبقى في قلب الحاجه فعلا بيحس بيها. فطبعا كان شهر ضغط جدا جدا جدا. ربنا يفرحنا بيهم يا رب، اللهم امين، ويسعدنا ويدينا كل ما نتمنى كلنا يا رب. بجد انا مبسوطه جدا ان انا بشارك معاكم فيديوهاتي، مبسوطه جدا ان انا لما بعمل اي حاجه بتكون معاكم. بحبكم جدا طبعا في الله، وبحب جدا اي حد بيكتب لي اي كومنت حلو، اي حد بيسأل عليا، واي حد بيحب ان هو يطمن عليا، بكون مبسوطه جدا. وفعلا من القلب للقلب رسول. وان شاء الله يكون الفيديو النهارده عجبكم، يكون الحواوشي بتاعي عجبكم وتجربوه، واللي يجرب يسيب لي تعليق حلو منه تحت في التعليقات. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.